السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لأول مرة شوفنا على اليوتيوب فضلا وليس أمرا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. طبعا حسب طلب المشاهدين يا جماعة، واحد طلب مني ولكن أنا والله مش متذكر اسمه. طبعا هو راجل محترم جدا وطبعا على راسي وكل المتابعين طبعا، وحسب طلب المشاهدين يعني الفيديو ده انطلب مني. ولو انت كمان اول مره تتابعنا وحابب فيديو او حابب فكره فيديو معينه قول لي عليها واحنا ان شاء الله نقدمها مع بعض. طبعا طلب مني ايه هو النهد، او يعني الكلمه ديت كلمه يعني ممكن اللي يسمعها ما يركزش فيها شويه. او ايه النهد؟ النهد دي هي مش دهن حاجه، على حسب ما تسمى في كل مكان او في كل محافظه او كل جزار ما بيسميها. النهد ده يا جماعه بتكون قطعه ملبسه في العجل، تمام؟ بتكون في الدوش او بتكون ما بين السره او منطقه السره، او في ناس بتسميها البنجتايه، تمام؟ لها مسميات كتير ولكن هو طلبها بالاسم ده. قال لي ايه هو النهد؟ النهد ده يا جماعه بيكون حته ملبسه اللي هي زي ما حضراتكم شايفين، بتكون الحته اللي هي في منطقه السره دي، تمام؟ اهي زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو، هي دي النهد، تمام؟ وكمان بتكون في الدوش، يعني ممكن ناس بتاخد المنطقه ديت وناس بتاخد الدوش. ولكن احب احذرك من المنطقه دي بالذات ان بيكون فيها غده او بيكون فيها ضرنه. لازم بتكون اتنين في المنطقه دي بيكون بنفس الشكل ده، لازم تشيلها. هي مش مضره قوي للدرجه يعني او المبالغه الناس اللي هي بتتكلم عليها بالطريقه ديت او بطريقه السوق اللي هم بيتكلموا عليها ان هي مضره فوق الغايه او الكلام ده كله. لو اتنست في اللحمه بيكون عادي، يعني انت لو سلقت اللحمه ولقيتها فيها عادي، اللحمه تتاكل عادي ومش مضره بالدرجه الكبيره ديت، تمام؟ هي الحته دي كمان بفضل اللي المنطقتين دول يا جماعه بيكونوا هم دول النهد. النهد ده يا جماعه مش دهن لحمه، ولكن ده بيكون لحمه سمينه مش حمراء. قد المنطقه هي بيكون في المنطقه دي بالظبط عند الخروف او عند العجل او في الذبيحه عامه زي ما حضراتكم شايفين. وكمان احب اعرفك ان بيكون في المنطقه دي بيكون فيها ضرنه او يعني غده في المنطقه ديت بتكون اتنين عادي، تشيلهم عادي، لازم تاخد بالك منهم برضو وتشيلهم. والمنطقه دي كمان اللي هي منطقه الدوش. حبينا نوضح بقى كمان في الفيديو ده الفرق بين النهد او البنجتايه او منطقه السمين والدهن والبوش يعني والدوش كمان. يعني حبينا نوضح الفيديو دوت معلومات بسيطه كده. الدوش يا جماعه بيكون اسفل الخروف اللي هو اللي انا لسه شايل منه الحته الاخيره دي. البوش اللي انا بطلعه ده، البوش هو منطقه البطن، او الدوش كمان البوش منطقه البطن. انا بشيل البوش اهو، تمام؟ منطقه الدوش بقى اللي هي بتكون القفص الصدري اللي هو بتاع الخروف اللي هو بيسمى بالدوش، ده الدوش. اما البوش اللي هو بيكون منطقه البطن. هل دلوقتي لو مفيش السره ديت او مفيش المنطقه ديت وانا محتاج مثلا كميه بوش كبيره، بعض الناس كتير كلمتني برضو في حته ان هي بدات تعمل مصنعات حواوشي وكفته في البيت، ويفضلوا ان هم يحطوا ليا او بوش في الحواوشي او الكفته والحاجات اللي هم المصنعات اللي هم بيعملوها في البيت، البرجر وكده. ده البوش ده بيكون جميل جدا يا جماعه، بيكون طعمه رهيب وطعمه جميل جدا. ده النهد اهوت يا جماعه، برضه حابين نوضح للناس ده النهد او منطقه البنجتايه او منطقه السره دوت اللي بيتاخد، ده اسمه النهد. مش دهن، ده مش دهن، دي لحمه ولكن سمينه. ده الدوش ده يا جماعه اهوت، ده الدوش بقى، تمام؟ الحته دي الاخيره اللي تحت ديت هي ديت بتكون الدوش اللي انا بمسكها بايديا دي، ده الدوش اهو، تمام؟ وينفع كمان يبقى بوش، يعني الدوش ده يستخدم بوش يتشاف العظم منه، ويستخدم بوش، يعني يمشي الاتنين دوش وبوش، تمام؟ والبوش واضح خالص في الصوره اهوت زي ما حضراتكم شايفين، ده البوش اهوت بتاع الخروف. ده بيخش معاك في الكفته او البرجر او هتدخله في اي فرن معاك حواوشي، بيدي طعم رهيب جدا. طبعا دهن 100 كيلو يا جماعه، ده الدوش اهو اللي انا بشاور عليه بالسكينه ده الدوش. ده برضو بوش، الحته دي الحجاب اسمه الحجاب، ده بيكون بوش. ده دوش اهو معايا. الدوش ده انت ممكن تجيبه من عند الجزار وتشفيه وتاخد منه اللحمه بتاعته تدخلها في الكفته او في اي فرم او في الحواوشي. ده يا جماعه رقم واحد في الطعم، حاجه فوق ما تتخيل. لو انت عايز تعمل كفته جميله رقم واحد، كفته طعمها جميل، تاخد الدوش دوت بتشفيه وتحطه على اللحمه البقري بتاعتك. لو بتعمل كفته بلدي فريش رقم واحد ده معاها، تمام؟ وممكن تحطه برضه ليا بس يكون نسبه قليله مع اللحمه الحمراء بتاعتك،
تمام. ادي الدوش اهو يا جماعه. العظم ده كمان تستخدمه في الشوربه، العظم ده ما ترميهوش، يعني العظم ده لما بيتسلق بيدي طعم شوربه خطير، تستخدم بيه يعني تشربها شوربه او تحطه على الخضار على في الاكل، يعني بيكون جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. ادي الدوش اهوت. لو حابب ان انت مش لاقي بوش، ممكن تجيب الدوش ده يتشفى وتحط اللحمه بتاعته في اي فرمه انت محتاجها. ودي نصيحه لكل ست بيت. وفي كذا اخت كلمتني عايزين يعملوا فكره الحواوشي في البيوت اللي هو يكون جاهز، وسالوني على البوش ده، قلت لهم من الدوش او في الخروف اللي هي منطقه السره او منطقه البطن، بيكون جميل جدا يا جماعه. ده الدوش زي ما حضراتكم شايفين. يمشي بوش ويمشي دوش برضو كذلك الامر، ده برضو بيتشوي برضو بيبقى جميل. يبقى احنا كده عرفنا النهد او البوش والدوش، فرق بينهم التلاتة. طبعا احب اذكرك احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك جميل كده عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وما تنساش برضو فضلا وليس امرا تعمل شير للفيديو عشان جميع الناس يستفادوا من المعلومه. لو انت عاوز حاجه معينه اكتب لي في التعليقات او ابعت لي على حساب الواتس بتاعي، اسيبه لك في الوصف، تقدر تتواصل معايا من خلال الواتس ونعمل الفيديو ان شاء الله على حسب الفيديو اللي حضرتك عايزه.